قبل ما نحكي الحكاية عايزك تتخيل نفسك في سباق عمرك كله. كل اللي حواليك بيجروا وانت ماشي بطيء، كل خطوة بتاخد منك مجهود، كل صوت حواليك بيقول انك مش هتلحق وانك مش قدهم. بس الغريب ان ابطأ خطوة احيانا بتوصل ابعد من اسرع جرية. القصة اللي هقولها لك دلوقتي مش بس حكاية سلحفة، دي حكاية كل واحد فينا حاول يكمل رغم ان الدنيا كلها قالت له ما ينفعش. اسمع للنهاية يمكن تكتشف انك مش متأخر زي ما انت فاكر. في غابة كبيرة كان في سلحفاء ماشية بهدوء، مش أسرع واحدة ولا أقوى واحدة، بس كانت أحن واحدة. كانت كل يوم تصحى قبل طلوع الشمس، تساعد طائر صغير وقع من عشه، تمهد الطريق للنمل، وتشارك ورقة خاص مع سلحفاة تانية جعانة. محدش كان بياخد باله، بس هي كانت شايفة نفسها، كانت راضية، مش محتاجة حد يسقف لها. وفي نفس الغابة كان في نمر قوي سريع، صوته مرعب، ولما يمشي الكل يفتح له الطريق. كان بيفتخر بقوته ويضحك على بطء السلحفة. كان بيقول شفت، هو ده الفشل. كان يقول لها وهو ماشي يا فاشلة، والحيوانات كانت تجري وراه، كانت حباه. شوفوا قوته، شوفوا سرعته. القوة بتخدع والسطح اللي فوق بيلمع، لحد ما جه اليوم اللي اتكشفت فيه القلوب. نهر الغابة فاض، والمية جرفت العشوب والشجر. الحيوانات اتلخبطت، والجميع جري ينقذ نفسه. النمر جري أسرع من أي حد، بس جري لوحده. أما السلحفة رغم بطئها فضلت تلم حجارة وتحاول تبني ممر صغير بس علشان غيرها يعدي. كانت عارفة إنها ممكن تغرق، لكن قلبها كان أسرع منها. الحيوانات شافوا ده وراحوا يساعدوها، ولما المية هديت لقوا نفسهم حواليها مش حوالين النمر. وساعتها فهموا الدرس اللي ناس كتير بتفهمه متأخر: السرعة مش نجاح، والقوة مش قيمة، والقلب اللي يعرف يحب أقوى من 1000 نمر. النجاح الحقيقي مش إنك توصل الأول، النجاح إنك توصل وقلبك سليم. لو حسيت ان الكلام بيقربك من نفسك يبقى خلي الرحلة دي تكمل. اشترك مش عشان الرقم يزيد، لكن عشان ما تفلتش منك اللحظة اللي ممكن تغير حياتك. لو الكلام ده بيحرك حاجة جواك ادي لنفسك فرصة واضغط اشتراك.